السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان. النهارده اول يوم رمضان معانا، والنهارده اول يوم من الفطار هنعمله النهارده مع بعض. عاملين النهارده خضار مشكل كده هنقدمه بطريقه كويس جدا تريحك اثناء الفطار. وعملنا كمان رز بشعريه وكسكسي، وهنعمل كمان شوربه لسان عصفور. وهقول لك ازاي ترتبي نفسك في المطبخ، ازاي تعملي اكبر كميه من الاطعمه في اقل وقت ممكن. بس لو انتوا لسه جايين في القناه بتاعتنا واول مره تشوفونا، ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وشير للفيديو لو الفيديو عجبكم. اول حاجه كده نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا عندي هنا كيلو وربع من اللحمه. تقدري تقطعي اللحمه من المكان اللي انت بتحبيه، عايزاها موزه، عايزاها من الفخده، عايزاها من السن، عايزاها من اي مكان. كمان اللحمه ديت مش لحمه جاموسي، اللحمه دي لحمه جملي. كانوا ولادي نفسهم في اللحمه الجملي وانا جبتها المره دي. اقول لكم ازاي تطبخوها بطريقه حلوه جدا وتدوكوا طعم ونكهه جميله قوي. اول حاجه ده نبدا نقطع اللحمه على حسب ما انت عايزه قطع كبيره، قطع وسط، قطع صغيره، وتاكلها كده بالمعلقه زي الخضار، زي ما تحبي خالص. هنقطعها وما بنغسلش اللحمه كتير، هي شطفه واحده بس تحت الحنفيه، علشان مثلا لو فيها اي حاجه معلقه كده، شوائب من الخشب اللي الجزار بيقطع عليها ولا اي حاجه، ننضفها بس بشطفه واحده، لان احنا عارفين ان اللحمه بتاعتنا ما بتنغسلش علشان ما تفقدش القيمه الغذائيه اللي موجوده فيه. بعد ما قطعت اللحمه كلها زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه هعملها بقى اجيب حله على النار، احط فيها ميه بتسخن. واول ما تسخن الميه معايا هبدا احط على طول اللحمه بتاعتي، ومش هنحط البوكيه الجرنيه بتاعها خالص دلوقتي الا لما تبدا تغلي اللحمه كده مره واتنين، عشان نشيل اي ريم هيخرج على وش اللحمه. وكمان ننضف اللحمه كده من اي شوائب ممكن تكون موجوده فيها بمنديل كده من على حرف الحله، بتشيلي اي عقاره كده بتبقى خارجه من اللحمه. وبعدين هنبدا نضيف البوكيه الجرنيه بتاعنا. عندنا طماطم وجزر وكمان بصل، وعندنا حبهان ورق لور، وكمان عندنا فص من الثوم كده قطعته كويس، وكمان عود من القرفه. هسيب بقى اللحمه بتاعتي تستوي مع كل المنكهات دي عشان تطلع لنا شوربه كويسه جدا، نعمل بيها الاكل باذن الله. بعد كده بعد ما علقنا بقى على اللحمه وسيبناها تستوي مع نفسها كده، هنبدا بقى دلوقتي نعمل الكسكسي. وحماتي هنا اللي هتعمل الكسكسي. عندنا هنا عامله 2 كيلو من الدقيق، هتبدا ترشرش عليهم ميه خفيفه كده، وبعدين تلف الدقيق ده معانا عشان يبلور معاها كده ويبقى شكله شكل حبايه الرز. حوالي 2 كيلو من الدقيق دول بياخدوا حوالي ربع كوبايه من الميه، يعني كل كميه الدقيق دي كلها بتاخد حوالي ربع كوبايه من الميه او تلت كوبايه من الميه، مش اكتر من كده. بتفضل ترشرش خفيف كده على الدقيق بايديها ميه، وبعدين تلف بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت علشان خاطر يبدا الدقيق بتاعي يفضل يبقى مبلور كده. وبعدين بناخده، وبعدين في منخل كده بنبدا ننخله علشان ياخد نفس الشكل بتاع حباية الرز. صراحة هي اللي بتعمله عندنا على طول، ربنا يديها الصحة يا رب، وبتعمله بيبقى جميل جدا. بعد بقى ما عملته كده بالمية هتبدأ تجيب منخل كبير او غربال. احنا الكبير ده اسمه غربال، والصغير شوية اسمه منخل. بنبقى احنا جايبينهم كده للكسكسي او للأطعمة، يعني بنعمل بيهم الأطعمة. بتبدأ بقى تنخل الدقيق اللي هي حاطط عليه المية ده منه، ولو في قطع من العجين كده بتبدأ تمسكها كده وتضغط عليها في المنخل علشان تبدأ تنزل من الناحية التانية وتبقى شكلها شكل حبيبات الرز. بتعمل الحركة ديت حوالي 3 مرات، مرة في المنخل ومرة في الغربال، علشان خاطر تبدأ القطعة بتاعت حباية الكسكس تبدأ متماسكة وما تفكش معايا خالص. بعد كده بقى هنبدأ ناخده ونحطه في حلة الكسكسي. حلة الكسكسي دي بتبقى حلة وفوقيها مصفى وفوقيها الغطا بتاعها، ولو انت مش موجودة عندك تقدري تعمليهم. بنحط فيها مية كده او معلقة خل او ليمونة، وبعدين نحط فيها الكسكسي كده ونسيبه حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع علشان يبدأ يستوي معايا كويس جدا وميبقاش فيه اي دقيق خالص. وبنحط عليه كده من فوق شاشة عشان تشرب اي سوائل من البخار بتطلع، علشان خاطر ما بوظش الكسكسي بتاعي واضطريه معاه. بعد كده بقى على ما احنا عملنا الكسكسي كانت اللحمه بتاعتنا خلاص دخلت على سوا. هنبدا نحط لها دلوقتي معلقه من الملح كبيره، وطبعا بتظبطي الملح على حسب الشوربه اللي عندك وعلى حسب كميه اللحمه اللي انت عاملاها. هنغطي بقى اللحمه عليها كمان 10 دقايق كده، وبعد كده نرفع لها النار. بعد كده بقى عندنا مقله كبيره او صينيه هنبقى نحط فيها معلقتين 2 من الزيت ومعلقه من السمنه، وهنحط عليها كمان بصله كبيره متقطعه جوليان، وعليهم نص معلقه من الملح علشان خاطر نبدا نعمل الخضار بتاعنا. بعد ما البصل يدبل معايا كده هبدأ هضيف عليه معلقة كبيرة من الثوم المفروم،
هنقلبها كويس، واول ما نشم ريحه التوم معانا هننزل بكوبايه كده من الصلصه الجاهزه اللي احنا كنا عاملينها في تجهيزات رمضان. لو ما عندكيش صلصه جاهزه تقدري تستبدليها بطماطم فريش، تضربها في الخلاط وتحطيها، بس تحطي مع الطماطم ربع معلقه من السكر وربع كمان معلقه من الملح عشان تعادل الحموضه بتاعه الطماطم. هنحط كمان نص معلقه من السبع بهارات وكمان نص معلقه من الفلفل الاسمر. وبعد كده بقى هنضيف الخضار بتاعنا. انا مستخدمه النهارده بطاطس وجزر وكمان بسله. تقدري انت تضيفي اي نوع خضار انت بتحبيه، بتضيفي قرنبيط، بتضيفي فاصوليا خضراء، بتضيفي بروكلي، كوسه، اي خضار انت يكون متوفر عندك وانت بتحبيه تقدري تضيفيه معانا. هنحط بقى كمان مغرفتين 3 كده من الشوربه علشان خاطر يبدا الخضار يغلي معايا كده. وبعدين هنبدا نضيف اللحمه بتاعتنا. اللحمه طبعا مستويه وحط لها الملح بتاعنا. تقدري لو انت مش حابه ان انت تسوي اللحمه تسويه كامله تقدري تسويها 3 ارباع سوا وكمل تسويه في الخضار، مفيش مشكله خالص. بعد ما ضفت بقى اللحمه بتاعتي كلها كده هنقلبها كويس عشان تاخد من طعم الصوص اللي احنا عاملينه في الخضار المشكل. وبعدين هنبدا دلوقتي نقطع قرن فلفل كده، تقدري تحطيه سبايسي او بارد عادي. مش هتاخد اكتر من غلوه واحده على البوتاجاز اللي احنا شفناها دي. وبعدين دلوقتي بقى هنبدا نعبيها عشان نقدمها معانا. حابه تقدميها في كلها في طاجن واحد وتغرفي كده اثناء الاكل، كل واحد الاكل بتاعه براحتك خالص. عايز تقدميها بالطريقه اللي انا بعملها ديت. انا عندي هنا ورقه من الالومنيوم وكمان ورقه من ورق الزبده. هبدا اقسم فيها كده، كل مثلا فرد بياخد مثلا قطعتين من اللحمه وعليهم شويه خضار. هبدا احطهم كده، احط ورقه الالومنيوم الاول بعدين ورقه الزبده، وبعدين احط فيه ورقه الزبده الخضار بتاعي بالقطعتين بتوع اللحمه، وبعدين اقفلهم كده زي البونبونيه واحطهم في صينيه الومنيوم جنبي كده. وبعدين هنبدا ندخلهم الفرن علشان خاطر يكملوا تسويه معايا. مش هياخدوا تسويه كتيره، بس بصراحه طريقه التقديم دي بتسهل عليا في الفطار في العزومه. ما بقعدش بقى افرق الوجبات ولا اي حاجه. كل واحد بياخد كده بونبونيه من ديت وبيبدا يفتحها وياكلها. بتبقى متبخره كده عامله زي ورقه اللحمه وطعمها جميل جدا، وبتوفر عليا وقت ومجهود اثناء الفطار بتاعنا. عندي هنا كمان طواجن صغيره كده اللي انا بعمل فيها الرز المعمر او الحلويات بتاعتي. هبدا احط فيها كده برضو وجبتين اتنين واغلفهم بورق كده من الالومنيوم، وبعدين ابدا ادخلهم الفرن لمده ربع ساعه. هيكملوا التسويه بتاعتنا باذن الله. على طول على ما الخضار بتاعنا يستوي هنعمل معانا الرز النهارده. وهنعمل النهارده الرز بالشعريه. عندي معلقه من السمنه ومعلقتين 3 كده من الزيت. انا بحب اضيف سمنه وزيت لان الزيت بيدي لمعه كده للرز بتاعي، ما بيخلوهوش يمسك في بعضه يبقى زي المعجن شويه. والسمنه كمان بتديله طراوه كده من جوه. هبدا احط بقى كوبايه من الشعريه وابدا احمرها كويس جدا. انا بحط لكل كوبايه من الشعريه كوبايتين من الرز. اول ما يبقى لون الشعريه دهبي فاتح هبدا على طول انزل بالرز بتاعي. والرز المصري احنا مش بنغسله الا اثناء العمايل على طول، ما ينفعش يتنقع ولا اي حاجه علشان خاطر بيطرى معايا وبيبقى يتكسر كده. ما ينفعش الا نغسله اثناء العمايل على طول. هنشوحه تشويحتين كده كويس لما تطير اي بخار من الميه موجوده فيه ويسخن الرز كويس. هبدا ازيده بالشوربه بتاعتي. ولو انت مش حابه تزيديه شوربه تقدري تزيديه ميه او تزيديه شوربه وميه الاتنين مع بعض. وبعدين هنظبط الحدق بتاعه كويس. وهو الرز بتاعنا بياخد مقدار عقله فوق مستوى الرز من ماده سائله شوربه او ميه. هنسيبه كده اول 10 دقايق على نار عاليه، واول ما يغلي معايا كده هنبدا نقلبه تقليبه واحده. وبعدين نبدا نهدى عليه كمان 10 دقايق او ربع ساعه هيبدا يبقى معايا جاهز باذن الله. بعد كده بقى انا خدت شويه من الكسكسي علشان ابدا بقى اطعمهم واتبلهم كده علشان نبدا نقدمه مع الخضار بتاعنا. انا عندي هنا نص معلقه من السبع بهارات وكمان معلقه كبيره من السمنه البلدي ونص معلقه من الملح. هبدا بقى اشوح عندي الكسكسي ده لحد ما يبدا كده يبقى سخن كويس جدا، والزبده البلدي ديت والملح والتوابل اللي انا حطيتها تبدا طعمه كويس جدا ويسخن معايا ويبقى مفرفر وبيلمع كده. بتحسي ان هو مدي على لون اصفر شويه كده. بيبقى كده خلاص الكسكسي بتاعي اصبح جاهز. طبعا احنا عامله مالح. بقيه الكميه بقى احنا هنشيلها في الفريزر وهنبدا نقدمها سخنه على حسب ما احنا عايزين او مالح على حسب ما احنا عايزين باذن الله. ده شكل الكسكسي. انا مقربه لكم كاميرا عشان تشوفوا الحبيبات بتاعته. شكل الرز بتاعنا مفرفر وجميل مش معجن ولا اي حاجه خالص. ودي البونبونات احنا طلعناها من الصينيه بعد ربع ساعه ما دخلناها الفرن. طالعه جميله زي ما انتم شايفين، مش منزله اي سوائل منها ولا اي حاجه. والطواجن بتاعتنا برضو استوت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم.
استفدتوا منها ولو معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو انتي اخت عندي لسه جديدة في القناة عرفيني عشان ارحب بيكي ترحيب كبير جدا. ما ننساش ندعي لاخواتنا الفلسطينيين في رمضان، ربنا ينصرهم يا رب كده ويقويهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وفضله.